السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا حبيباتي؟ إن شاء الله بخير. أتمنى تكونوا بصحة وعافية وهداة بال، وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا أنا هسه عيدت عليكم يعني هو ما في إشي غيابي، أنا غبت إلي شهر، بس هو والله كسل مش أكتر. عندكم رمضان وقراءة قرآن وصلاة تراويح، يعني ما كنت أخلص يعني من قراءة القرآن. الحمد لله رب العالمين. قرأنا بتدبر بهدوء القرآن مش بشكل سريع، وما في مجال إني أصور أي إشي، وكل اللي كنا نطبخه كله أنا مسجله يعني تقريبا، حتى بعد رمضان كله منسف مقلوبة كبسة أوزي، يعني شغلات أنا مسجلها. أنا على فكرة عملت عزومة في رمضان وعملت مفتول بس ما قدرت أصور نهائيا. فأنا رجعوا الأخوات اللي تواصلوا معي على التلفون الخاص بيحكوا لي اعملي لنا مفتول، فأنا والله إني جبت شوية أغراض، مش طبخة كبيرة، طبخة يعني عكدنا، بس عملت لأربع أشخاص. أول إشي أنا بدي أبلش معكم كيلو طحين قمح. طحين القمح سبحان الله بيجي أثقل من الطحين الأبيض، لأنه خشن جبته أنا للمفتول، لكن الطحين الأبيض بتحسوا إنه نفس المستوى، بس هدول أقل، هدول 3 كاسات. أما بالنسبة للبرغل هاني جبت لكم كاسة، بس كاسة برغل واحدة بكفي. اللي ما عندها كاسة بربع كاسة ونص كاسة بصير، بدها تحط كاستين بصير، بس أنا شايف كاسة يعني كويس مناسب. بدي أحكي لكم طريقة النكع، لأنه كل مرة بيحكوا لي جيبي لنا طريقة النكع. شوفوا للتبولة وللكبة وللمفتول بكون المي طفى. هسه بورجيكم كيف، لاني انا لما عملت كوبا مره وانا نكعته مسبق، فكلهم حكوا لي كان حكتي لنا كيف بنتكع. بيعانوا من النكع، لاني انا ما صورت. الطفاف هيك يعني دوبك المي، هيك المي شايفين ما في يعني، شايفين هذا هو الطفاف، بس دوبك اخر اشي نبل، شايفين ما في مية كتير. هسه بنحطه على جنب هيك، خلاص اموره تمام. هيك انتقع عندي البرغل، شايفين كيف حتى بيكون شاد دايما من تحت، ما في مي، شايفين ما في مي. هسه انا بدي ابلش بشو، في انا هون سويت الحمص. بعدين انا بدي احكي لكم بالنسبه للحمص، جابوا لي حبه صغيره بس عادي ما بيأثر، المهم حمص في النهايه. أنا عملت جزئين، هاي للكمدة بيحكوا لها، للكمدة تبعت المفتول، بس أنا هذا برضو الخشن للدجاج، بس أنا بدي أخلي منه شوي. كتر البصل مع الدجاج، بدي أورجيكم كيف كمية البصل. فتي أخواتي يعني على دجاجة، أنا طبخ بس دجاجة 5 شقفات بس، أنا طبخ مش طبخ دجاجة كتير. هاي الدجاج أنا بحط أصفر وكرفة وحبهل، طبعا حب الهال يكونوا حلوين. هذا اسمه حوص البصل. تكوني يا أخواتي لما تحوصي البصل قبل الدجاج بيعطيكي نكهة طيبة. بس احنا بنحط الدجاج، انت حسب عدد بتحطي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخواتي اللي بتحب تحط لوم تحط، وركار تحط، أنا مش على كل الأكل بحط وركار. أهم إشي عندي حب الهال العصفر شوية كرفة، طبعا الملح أنا بملح آخر إشي. بس جربوا شوربة الدجاج على طريقتي ورح تحسوا الفرق شاسع، مش لأنه وركار رح يطلع أطيب، لا هو فعلا رح يفرق معاكم، رح يفرق معاكم بالطعم. مش كل التوابل اللي بتنحط على أي أكلة بطلع ظابط، يعني هذا أنا مجرب كل شي. هاي تبعت أمهاتنا، هاي خلطة أمي الله يرحمها وستي وحماتي الله يرحمهم كلياتهم. إحنا هيك ردينا الدجاج، أوكي. هسه شو بدي أورجيكم، هذا حبيباتي. بالنسبة إحنا لليخنة، عشان أنا يا حبيباتي عامل كمية مفتول كتير بسيطة، يعني هي وجبة يعني رح تطلع لنا. فإحنا بنعمل اليخنة نوعين، بنحط يخنة بندورة مع حمص، بنعمل كمان يخنة صلصة بندورة مع بطاطا.
بس أنا لأني بحب الخضرة اللي بحطوها أهلنا المغاربة، وأنا هاي أخدتها منهم كتير طيبة عن مفتول، واعتمدت يعني أنا أكلتها عند صاحبتي وعجبتني وأنا هسه معتمديتها. فأنا بدي أضيف للبطاطا الكوسة والجزر، وطعمها كتير كتير طيب، يعني إحنا معتمدينها هسه. ضفناها على المفتول. اللي ما بده يحط كوسة وجزر خلاص بلاش، أنا بدي أضيف. حطيت الخضر البطاطا والجزر والكوسة، بدي أحطه على الغاز. طبعا بدنا نحط عليه مكعب ماجي كمان. يا حبيباتي عملنا بصل شرايح، بس بدنا نحط قوس، بدنا نعمل يخنة بالبندورة والحمص لحالها ضروري. هاي بس نحسه كمان شوي بدي أحط البندورة. هيك يا حبيباتي حطيت البندورة والبصل، بدي أعمل يخنة بس يسوي، بدي أحط عليه الحمص. شايفين هيك المي، هاي حسب الحاجة المي، يعني ما في إلها عيب. بحط عليهم تقريبا معلقة ملح بس وبحركهم. شايفين هذا هيك بدي أحطه على الطحين الأبيض، وقدهم كمان على الطحين القمح، نقلبهم شوي. طبعا احنا ما بنكتر، ما بدنا ننسى انه هون في ملح، في المي فيها ملح، ما بدنا ننسى هذا الاشي. اخواتي عبيت الطنجرة ناقصة عن الحد هذا، لانه فيهم بسم الله ما شاء الله مسافة، فلازم يكون اوطى شوي عشان البخار ياخد راحته. بنحط عليها شو هون؟ قشر ليمون معصورين، انا بحطه بالفريزر ما بكبه، بستفيد منه. اللي عنده ليمون يحط صراحة، بس انا عندي والله هذا ما بكبه. هسه بحطه على الواطي لحد ما يغلو. هسه بسم الله الرحمن الرحيم بدنا نبلش. اللي ما عنده جات يعمل بصدر، انا عندي جات، يعني في رمضان حطيت جات كبير، ما بصير يعني هيك بالصدر، بدي اخلي هدول الاخير، ما بدي كمية هيك تصير كتير كبيرة، بضيفها بالاخير. شوفوا حبيباتي شوية مي بسيطة، سنسال هيك، سنسال هيك تحركي، شايفين هيك، استنى ياخد رطوبة بس. حسيتوا بدهم كمان رطوبة ديروا، سنسال بسيط شايفين. اول اشي ببلش في القمح، شايفين هيك بتتقلف بس هالحركتين، يعني ما في اشي صعب يعني. شايفات حبيباتي هيك يا حبيباتي طحين القمح اللي حطيته هون تغلف على البرغل، نرد بنحط هيك سنسال خفيف، اللي عنده بخاخ يحط عادي، تكوموا هون عادي عادي. هاي نعمل هيك شوي شوي، نورج عليهم اللي بس يترطب. نرد كمان بنحط طحين قمح. انا الطحين الابيض بحطه امتى؟ بحطه عشان يشد اخر اشي، بحط يعني قدر مثلا هيك عرمين. وفي ناس بخلطوا طحين ابيض مع طحين قمح بصير، واللي بده يكتر الكمية بطحين ابيض برضه بيطلع طيب كتير كتير. هاي العملية شو بس انه يترطب، بس ترطب بس عشان يلف عليه. في ناس بيعملوا هيك بإيد واحدة بصير بدكم إياه، وفي ناس بإيدتين أسرع زي ما بدكم عشان يتدور. بدكم تحطوا برغل خشن بصير وسط، بصير البرغل الخشن بيطلع حبته كتير كبيرة، أنا بحبه وسط مش ناعم كتير، وسط. كونوا حذرين، هسا بتبلشوا تاخدوا يعني دوبك سنسال خفيف، سنسال خفيف. هسا الواحد بصير ياخد حذره في المي.
لازم اكون حريصة هسه. هسه كيف بدكم تعرفوا انه ترطب عليه عليه؟ يعني بتحسوه هيك شوي بده يمسك في بعضه شوي، شايفين كيف؟ تحسوه بده يمسك في بعضه زي هيك بتحسي خلص لما يكون زي هيك يعني خلص يعني هيك بده طحين، يعني ما تخليه يوصل لمرحلة انه يدبك في بعضه. واذا دبك عادي في حل، يعني عادي بتمشوا اموركم على خير وبمشي الحال. هسه بنحط هسه بنرجع لكم، بضلني احط هيك وهيك لحد ما اخلص، بنرجع لكم ان شاء الله. بنحط ايدنا خفيف يعني هيك، شايفين خفيف، بنضغط خفيف، بنعمل هيك 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 هيك، يا اما بتعملوا هيك بس خفيف ما تكبسوا، اللي كل حبة بحبتها تتدحرج تحت ايدك عشان تصير مدورة. هيك انا حسيت بلش يكبر فما بديش يكون كبير كتير، فبدي هسه اختمها بشو؟ بالطحين الابيض. هسه شو بنعمل هون؟ شوي بنبلهم مي بنرطبهم، شايفين؟ هسه بحط شوي من الابيض، بحط شوي من الابيض كمان شوي. كمان شو بنعمل؟ بنرطب خفيف. لما نحط طحين الابيض بدنا نكون كتير منتبهين، الترطيب يكون ناعم وبسيط بسيط، لانه طحين الابيض بيعجن، ولا بد من الطحين الابيض عليه عشان يمسك. انا امي الله يرحمها كانت تعمل كل المفتول طحين ابيض. هسه صار فيه كبير وفيه صغير. انا هاي ابسط طريقه، هاي نحن الامهات اللي بنعملها. في ناس بيستخدموا المنخل، انا والله عمري بحياتي ما استخدمته، لا انا ولا حماتي ولا امي. المغاربه واهل غزه بيستخدموا الغربال، انا ما بستخدم. هسه بدنا ايش نعمل؟ نكوش. احنا هسه هيك بنحكي ننكش، بنعمل هيك نكوش كل كبير، ناخذ على الوجه على الوجه. حتى الاشي الكبير لما نحط عليه زيت وتفلفل كله راح يرفع على بعضه البعض. هسه راح تشوفوا كيف هو جاهز. نعمل هاي الطريقة هيك على الوجه على الوجه. في ناس بيعملوه ناعم، في ناس بيعملوه حبة كبير، انتو حسب ما انتو بدكم الحبة تكون تشيلوا. يعني في ناس كتير بيعملوه هيك، انا حماتي كانت تعمله زي هيك، شايفين كيف مبين ماما؟ حماتي كانت تعمله زي هيك ناعم كتير. امي كانت تعمله كبير شوي، انا وسط، انا ماشية على الطريقة الوسط. ومفتول حماتي ما شاء الله وامي الله يرحمها لا يعلى عليه. لازم نشيل الكبير، شايفين هذا هيك كبر يعني. أول مرة عملت مفتول عملته على طريقة حماتي، لأنها طريقة أمي الطحين الأبيض كتير صعب، كتير كتير صعب، بس كانت أمي بارعة فيه، فأنا حبيت طريقة حماتي تبعت على طريقتها. أول مرة عملته ناعم ناعم والله زي هيك زي هيك. لما حطيت الدجاج لزق عليه. هاي أول مرة بعمله، طبعا الواحد يعيش وبتعلم عادي تعلموا، يعني ما في إشي بزبط من أول مرة. أنا بحياتي ما عملت إشي وزبط من أول مرة. حتى لما أشتري والله حلويات، أشتري إشي مثلا اشتريت حلويات وخلص بيعجبني بروح بشتري منه تاني دور ولا كأنه هو نفس الطعم اللي اشتريته أول مرة. هيك أنا دايما بطلع معي. بس شو بدي أحكي لكم، بدي أحط دور البرغلات.
عشان ما خفت الكمية تكون مليانة كتير، عشان هيك أنا حطيتهم. ما بيأثر. اوكي حبيباتي، ما بيأثر. هاي شوية هيك ما بيأثر. هسه بتغلف عادي، مو مشكلة. هسه كله بلتف. بدي احكي لكم، تقدركم تفتوا فيه بصير الحبة جامدة جامدة جامدة، لما تيجي تاكلوه بكون عاسي وسط، إلا تلف شوي وخلص. هسه بدنا نرتب. هون في الترتيب عشان في طحين أبيض عليه انتبهوا، ما بدناش إياه يكلكل، بدناش يعني يصير حبة كبير. نحط طحين. هسه بنصير كل شوي شو نعمل؟ نقطع، لأنه بصير إشي يكبر. هسه بدي أطول منهم. هي رتبنا شوي. ساتر. نحط هيك بصير بسرعة يكبر، يعني هيك بصير يلف معنا على السريع على السريع. كل ما تعملوا مرة ترتيب بتشيلوا شوي بالله بالكمية. اخواننا اللبنانية بيحكوا لها مغربية، بس هم بيعملوا بالطحين الأبيض، يعني أغلبيتهم شفتهم بيعملوا بالطحين الأبيض. شايفين ما أحلى الحبة؟ عادي لو إيش طلع معك كبير وإيش صغير مو مشكلة. طبعا إحنا هسا ختامها، هسا بدنا نختم هاد. شايفين كيف ناعم كتير؟ هسا هذا كله بدنا نكبره، شايفين؟ ناعم كتير. هسا بدنا نكبره وخلص. سنسال مي خفيف. شايفين كيف الطحين الأبيض مسك فيه؟ هاي كبرت الحبة طلعوه. الطحين الأبيض اللي كان في الكاع كبروه. هاي هدول آخرتهم حباتي. هسا اللي حطيتهم هدول آخرتهم، لأنه الطحينات خلص خلصوا. بكبرهم في الطحين الأبيض هنا شوي هيك. هيك نفرك على الوجه على الوجه تنوصل لتحت. طب نعمل في هاي الطريقة بيمسك خلص، ما بضل فيه صغير. بترتب كله هيك خلص. هيك صار رتب. بنحط شوية صغيرة ما بنكتر، شايفين؟ لأنه ما بدنا يكون طحين، بس تغليفة بسيطة. هاي المسكات مو مشكلة، بتفتحوها عادي. أنا جايب لكم الإشي بتركاته، شو بسيط. ترى في الصدر ضروري تتأكدوا إنه أجي عليه رطوبة. بدنا نحط كمان شوي نرتب. ليش هسه بدنا نحط شوية طحين أبيض؟ عشان الجزيئات الطحين الصغير تتماسك في بعضها تكبر. هاي شايفة بس هيك
شايفة قدر معلقة من هاي بحط بس اللي يتغلى. بس هيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصنا شو المقتول. هسه باقي الطبخة. هسه بدي احكي لكم شو عملت. شوفوا ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الرحمن. بدي اورجيكم الكيلو طحين شو عمل. تقريبا استهلكنا طحين. هسه بشوف قديش استهلكنا. شايفين هذا الجار هسه بس يستوي يصير هاد وهاد مليانين، تقريبا كاسة ونص اخذنا. هاي الجليات لازم احطها بشكل ألزها، ضغطها شوي وهون صار سخن كتير. بدي شوي هيك اوطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي احط هسه الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. عم بوزع. هاي اسمها تهبيلة أولى. هاي وجبة يا جماعة الخير، هدول وجبة وزيادة علينا كمان كتير. النار إذا بدكم على العالي حطوه، إذا بدكم على الواطي، إذا بدكم على الوسط. أنا بفضل وسط. وإذا بدكم أولها يكون عالي وبعدين توطوا عادي. يا حبيباتي بلش أعطي بخار من وين ما كان. المهم ترافي الطنجرة من هون هيك ما يكون يطلع بخار. هاي الطنجرة اللي عندي 25 سنة، في عليها دعكة بعمل فيها كتير شغلات. أحيانا من هون بيطلع بخار. أنا بجيب عجين وبسكره. الحمد لله لحد الآن أمورنا تمام. كيف نعرف إنه استوى؟ نخبط هيك. بدهم كمان شوي لما يطلع الصوت زي صوت الطبل، يعني هيك صافي، بكون خلاص استوى. خلاص هيك أمورنا تمام. سامعين الصوت؟ هيك خلاص استوى. هاي اسمها الردة الأولى. شايفين هون الثقوب عندنا مسكرة، في منها مسكرة. هسا بنجليها بنظبطها وبنفتح كل الثقوب. شايفين بنفردهم هيك شوي. هسه بحط عليه زيت زيتون وبحط عليه شوية مي، بحط عليه كمان حماتي كانت بتحط عليه معلقة سمنة حسب الكمية، فأنا بتحط عليه كمان شوية سمنة. هذا هيك طبعا احنا عنا سمنة، أي سمنة بدكم إياها. أنا حماتي كانت تحط سمنة الجزلين، يعني قدر مغرفة. كمان بنحط زيت زيتون. شايفين؟ هسا بنحط عليها قدر كاسة مي، كاستين مي، حسب ما احنا بنشوف بحاجة عشان يطرى. ونقلبهم. طبعا احنا كله هذا بنفتحه. شايفين؟ هذا هيك كله بتفتح. هسا بس بدي افتحه واقلبه شوي وبرجع لكم. هنا في ناس ما بحط بهار، هنا حطيت فلفل اسمر نص معلقة. هنا حطيت كمان نص معلقة كمون ونص معلقة هالطبيخ، وبدي املح اشي بسيط. هاي ربع معلقة كمان ملح، وبقلبهم مع بعضهم. هيك لسه ما استوى، لسه ضايل كمان ردة. هيك قلبناهم مع بعضهم. هسا بدي اروح للكمدة. هاي بيحكوا لها كمدة. هاي معلقة بهار ومعلقة كمون تقريبا. هاي كمان كمون، الكمون لازم عليها. نص معلقة فلفل أسمر. بدي أحط كمان عليهم رشة ملح. هذا كله راح شو نعمل فيه؟ راح نفركه مع بعضه اللي تطلع عصارته. هيك بنفركهم شوي. لازم هاي الفركة تفركوها عشان تسوي بسرعة معنا البصل، لأن بدنا نحطها نية هسا بين المفتول بدنا نحطها نية. فركتهم وحطيت عليهم زيت زيتون. المي هسا عم تغلي. البصل اللي هو بيحكوا له عنه كمدة نوزعهم هيك بالتساوي عشان يستووا من وين ما كان، ما بنضغط عليهم نهائيا. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. هسا هاد هيك محطوط على العالي. هسا أنا بدي أوطي. وسطته وسط يا حبيباتي، يعني بدهم كمان
ساعة إلا ربع. بلش يهبل، بس مش معنى هيك إنه استوى، لا لسه ما استوى، بده كمان تقريبا أبو، يعني تقريبا أبو نص ساعة تيستوي. وعلى الواطي. طبعا كيف بنعرف إنه استوى؟ بنطول شوية من الكمدة اللي تحت في الكعب ونشوف نتأكد منها، إذا استوت خلص، إذا ما استوت بنخليها. هاي بدي أورجيكم نشوف إذا استوى. نشوف من هون. هاي تومة شوية فيها بصل، شايفين؟ بدها شوية صغيرة، بدها فيها قرشة خفيفة، شوية صغيرة وخلص، اللون تمام. يا سلام، تبارك الرحمن، الريحة يا حبيباتي. هون بحضر لكم كمان في الصلصة عشان نحطها فوق الشوربة. هيك استوى، وهي بنحط فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك يا حبيباتي جهز عنا المفتول الفلاحي، هذا من تراثنا، إن شاء الله ينال إعجابكم واتبعوا طريقتي كتير طيبة، وكل الطرق طيبة على فكرة، الكل معدل والكل شاطر، بسم الله ما شاء الله. بس سبحان الله بتلاقي الناس نكهتهم تختلف عن نكهة الناس التانيين، فكله خير وكله بركة، والله يسلم كل أم بتعمل لأولادها أطيب أكل، إن شاء الله يكون في ميزان حسناتها. وهيك استودعكم الله الذي لا تضيع معه ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.